تخيل لو قلت لك إن دواء موجود في معظم البيوت ممكن قرص واحد منه ينهي حياتك لو اتاخد تحت ظروف معينة. تعال أفهمك الحاجة. أنا حازم قريتم، وده فيديو رقم 3 من سلسلة فيديوهات بنحلل فيها حلقة دكتور هاوس من منظور طبي وواقعي. شاب عنده 22 سنة، جاله دور برد، راح الصيدلية أخد دواء البرد. اليوم اللي بعده تظهر عليه أعراض غريبة: ألم شديد بالبطن، طفح جلدي، ارتفاع في درجة الحرارة، وانخفاض حاد في ضغط الدم. هاوس والفريق بتاعه يقفوا محتارين قصاد إيه المرض المجهول اللي ممكن يعمل كل الأعراض دي في نفس الوقت. ويقرر هاوس إن يديله برود سبيكترم أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية واسعة المدى، ويتعامل معاه على إنه عدوى بالبطن وهي المسببة كل الأعراض دي. ويبدأ الفريق يدور أكتر وأكتر حوالين إيه الفيروس أو العدوى اللي ممكن يسبب حاجة زي كده، ولكن بلا جدوى. ثم يحدث ما هو أسوأ وأخطر: يحصل نقص حاد في كل مكونات الدم. تعال أقول لك ليه ده خطير. في حالة نقص مكونات الدم، خاصة كرات الدم البيضاء ودي المسؤولة عن المناعة، بيصبح المريض في حالة حرجة جدا، وفي حالة تعرضه لأي عدوى ولو بسيطة تكون قادرة على قتل هذا المريض في وقت قليل جدا. وبالفعل يتم تنفيذ عزل مناعي لهذا المريض، وده بيتم من خلال وضع المريض في غرف خاصة ذات مقاييس معينة بتمنع وصول أي عدوى للمريض ده. هنا هاوس بيختفي ويفكر ويعيد النظر في التشخيص من جديد، ويعمل بحث مطول، ويرجع باعتقاد واحد بس: إن اللي عمل كل الأعراض دي، بداية من ألم البطن حتى تأثير على النخاع العظمي وارتفاع وظائف الكلى، هو عقار الكولشيسين. تعال أقولك إزاي. الحقيقة إن خلايا جسمنا بتتجدد كل يوم وبشكل مستمر، وده بيحصل من خلال عمليتين عكس بعض: سيل ديفيجن وسيل ديث. يعني في خلايا بتنقسم وخلايا أخرى بتموت، والعملية دي بتحصل بسرعة في أماكن زي الجهاز الهضمي، وبتحصل بشكل أبطأ شوية في أماكن أخرى زي الجهاز العصبي أو النخاع العظمي. الكولشيسين لما بيخش الجسم بيمنع الانقسام الخلوي، فتبدأ الخلايا تموت وتفقد قدرتها على التجديد، فتبدأ أجهزة الجسم المختلفة تتأثر حسب سرعة تجديد كل نسيج. بمعنى، أول حاجة تتأثر هي الجهاز الهضمي، فيبدأ يظهر على المريض آلام شديدة بالبطن، ودي بتحصل في أول 24 ساعة. بداية من اليوم التاني لحد أسبوع بيبدأ باقي الجسم يتأثر، زي وظائف الكلى ترتفع، يبدأ تأثير على النخاع العظمي وعلى باقي أجهزة الجسم. ثم المرحلة الثالثة بيسموها مرحلة الريكفري، ودي المرحلة اللي بيتحسن تماما فيها المريض، بس ده لو نجا من مضاعفات الأعراض السابقة. وبالفعل المريض كان أخد قرص كولشيسين بدل دواء البرد بسبب خطأ من الصيدلي. سؤال هنا: هل فعلا ممكن قرص واحد من الكولشيسين يعمل كل أعراض التوكسيسيتي أو السمية اللي احنا شايفينها دي؟ في حالات معينة ممكن. الكولشيسين واحد من الأدوية اللي بيتم التخلص منها من خلال إنزيم اسمه CYP3A4. طيب، ماذا يحدث لو تم تعطيل هذا الإنزيم بواسطة دواء آخر؟ ادينا له مثلا دواء تاني بيشتغل على نفس الإنزيم، فيصبح الإنزيم ده متشبع وغير قادر على التخلص من الكولشيسين، فيزيد مستوى الكولشيسين في الدم وتزداد السمية بشكل كبير. الاحتمال التاني إن ده يكون idiosyncratic reaction، وده بيكون عبارة عن إن المريض لسبب جيني بيكون عنده نقص في هذا الإنزيم، فما يقدرش يتخلص من الكولشيسين، فمن خلال جرعة صغيرة جدا ممكن تحصل أعراض كبيرة جدا. وده بيحصل بنسبة 1 في المليون، ولكن ده اللي حصل. وبعد ما عرفنا ازاي قرص واحد ممكن يعمل كل الاعراض دي، لفت نظري ان والد المريض اتهم هاوس باللامبالاه وعدم التعاطف. وساعتها هاوس رد عليه قال له: احنا مش بنتعاطف عشان نقدر نفكر بشكل مظبوط. في 2023 اتعملت ميتا اناليسيز، ودي كانت مراجعه بحثيه لاكثر من 14 بحث عن تجارب الاطباء والممرضين لما يبلغوا خبر سيء بس، زي خبر الوفاة، خبر تشخيص مرض زي سرطان، أو تدهور مفاجئ في الحالة. خاصة إنه لازم يكون هادي، ما يندمجش وما يعبرش عن المشاعر دي. بنعتذر عن الماسك فيس اللي أنت بتشوفه، ولكن الحقيقة إن الفريق الطبي مش جماد كما يبدو، ولكن الانعزال أو الانفصال العاطفي ده بينشأ كآلية دفاعية بيحمي بيها الطبيب أو التمريض نفسه من المشاعر السلبية والضغط المستمر. وبس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل فولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس ايه الاخطاء الطبيه اللي انت شفتها واحنا ما خدناش بالنا منها. شكرا.